ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا اتاخرت عليكم فتره كبيره انا عارف، بس غصب عني هرجع لكم فيديوهات اقوى بكتير. وطبعا مش هرجع زي الفيديوهات اللي فاتت اقعد اهري في نص الفيديو كله واقول انا اتاخرت ليه. لا، خلونا نخش في الفيديو على طول، وانتوا شخصيا هتعرفوا في الفيديوهات اللي جايه انا كنت متاخر ليه. حاجات كتيره قوي وحشه حصلت وحاجات كتيره قوي حلوه حصلت، والحلو اللي جاي هتعرفوه، لكن الوحش راح لحاله خلاص. الحمد لله، ان شاء الله رب الايام اللي جايه كلها تبقى حلوه وتكون سعيده علينا ونرجع فيديوهات اجمد من الاول. ويلا بينا نخش في الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم وتتضايقوا مني. يلا بينا يلا بينا. فانت تعيط وتقول بغز الشر ده بغز حراق. بقالي فترة كبيرة أوي متغيب عن التيك توك، وبقالي فترة كبيرة أوي متغيب عن الرياكت. طب أنا قلت أرجع تاني كده نبص على الترندات اللي طالعة ونشوف إيه اللي بيحصل وأنا مش موجود. أنا لقيت بلاوي، لقيت حاجات غريبة، وفي نفس الوقت لقيت حاجات حلوة. فيلا بينا نشوف إيه الغريب اللي بيحصل وإيه الهبل اللي بيحصل وإيه الحلو اللي بيحصل. يعني ترندات برضو إيه؟ يعني هو من ساعة ما الابلكيشن الغريب اللي اسمه تيك توك ده طلع، واحنا بجد يعني خلاص يعني حاسس ان الموضوع اتغير، الترندات اتغيرت، الناس بقت اقولها خفت، بقت الناس اللي بتتفرج والناس اللي بتعمل بقى في حاجات غريبة بتحصل في الموضوع. انا شخصيا مبقتش فاهمه. فتعالى كده نخش على التيك توك ونشوف الترندات اللي طالعة اليومين دولت ونشوف الناس بتتفرج على ايه. يلا بينا. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ هي مش في سن ال30 اولا، بس ثانيا نعيش معاها سن المتعه ده. يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. يعني هي دي كنا الاول بنقول على البنات الصغيره هي دي امهات المستقبل، ده طلع اصلا امهات المستقبل من زمان. يعني امهم وبتطلع معاهم وكلنا عارفين مين دول يعني، وعملنا عليهم فيديوهات كتير قبل كده، فمش هنجدد الموضوع. بس هما الفيديوهات دي لسه نازله ما بقالهاش يومين ثلاثه، فعايزين نشوف ايه الفضايح اللي طالعه على التيك توك دي والفيديوهات اللي بتطلع ملايين. ونفسي اعرف مين الناس اللي بتطلع الناس دي ترند وموصلاها ل 2 مليون متابع دلوقتي على التيك توك، وبتوصل الفيديوهات دي لملايين. حاجه غريبه. فيلا بينا نكمل. تعال. فحسيت ان دي اشاره. بتغطي ايه؟ بتغطي ايه ده؟ عايز اقول لك 3/4 ممكن تكون شعب مصر كله اتفرج على الحاجات دي من زمان من زمان، والحاجات دي معروفه ومتابعينها. بس الحمد لله انا مش متابع. انا مش متابع، خليكم ملاحظين انا مش متابع. تمام؟ فالحمد لله يعني احنا ما بنتابعش الحاجات الوحشه دي، الحاجات دي وحشه يوي. فالمهم يا جدعان يلا نكمل ونشوف الفيديوهات اللي جايه عامله ازاي. شعب وزي. لا هو بصي، هو شابول اللي عامل لك بتسموها ايه؟ بتسموها تاتو صح كده؟ شابول اللي عامله لك. انا ده عايز افهم حاجه، ده فيديو تعالى اللي عامل لك التاتو، ولا فيديو طالعين كده عشان نجيب مشاهدات زي اللي قبليهم، ولا ايه الدنيا؟ الموضوع بقى صعب جدا اليومين دولت يا جدعان. احنا عايزين نلم حالنا شويه، والشباب بتوع اليوم دول مش عارف اقول لهم ايه بصراحه. الله يكون في عونكم يعني بصراحه، يعني مش عارف. الله يكون في عونكم والله في اللي جاي. في ترند كده جاي طالع بقاله شويه او لسه لحد دلوقتي شغال، انا بعشقه بجد، انا بعشقه الترند ده موت الموت الموت. فتعال نشوف. الفيديو ده واحدة كورية، او هو مش عارف، هو عامة في العموم هو بيقولوا عليه اصلا AI، فده مش واحدة كورية حقيقي، فبيقولوا عليها ان هي AI بتعمل الموضوع دوت، هو اللي بيعمل الموضوع دوت وبيفبرك الصوت. بس جامد قوي قوي، طلع ترند اليومين دول جامد جدا، والناس كلها بتشغله والناس كلها عاملة عليه فيديوهات والناس كلها فرحانة بيه قوي. يعني تعالى نبص على فيديو تاني كده. الفيديوهات جامده قوي، جامده قوي 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 بجد. يعني عجباني بطريقه غريبه. يعني بصوا وصلوا بيهم اللي هم يعني دخلوا على الاغاني، وصلوا بيهم بقى كمان على الافلام. يعني خدوا حته كده من الفيلم بتاع اولاد رزق في الجزء الاولاني. بصوا عاملينه ازاي.
لا جامد قوي يعني، ترند ده يستحق. زي ما احنا قلنا في ترندات وحشه وترندات هبله، يعني دي ترند كوميدي، ممكن نقول كوميدي عادي كنا بنعمله زمان، بس جامد قوي بجد بجد. الشابوه لصاحب الفكره. طيب في ترند كده لبلوجر طلعت من فتره، مش من فتره قريبه جدا يعني من كام يوم، لبلوجر اتخرجت كانت خاربه الدنيا حرفيا، كانت خاربه الدنيا في حفله التخرج. تعالوا مع بعض نشوف كانت عامله ايه. ده لما تكون الناس كلها واثقه ومتاكده ان انت فاشل وان انت مش هتكمل تعليم وان انت مش هتتخرج وان انت هتعيد، وفجاه كده تضرب معاك كوسه وتتخرج، اللي هو تبقى عايز بص تقول لهم انا اهو اللي قلتوا عليا انا فاشل، انا هو اللي بتقولوا عليا مش هتخرج، انا اهو. فترند جامد جدا، وعقبال طبعا كل الناس اللي في الثانويه عامه وكل الناس اللي بتمتحن اليومين دول، انا عارف عقبال لما تفرحوا الفرحه اللي احنا لسه شايفينها وتتخرجوا كده وتكونوا دكاتره، ظباط، طيارات، زي ما انتوا عايزين. ربنا معاكم وان شاء الله تتخرجوا على خير. يلا نكمل بقيه الفيديوهات. وتعالى كده في فيديو هنا انا كنت عايز اعرضه من اول الفيديو بتاعنا اصلا. فيديو هنا بيوصفني قوي، حرفيا بيوصفني جدا يعني. اهلا وسهلا، صباح الفل يا رجاله، الحقوني. هو الفيديو مكتوب عليه يعني حاجه خطر او موضوع، او انا مثلا ماشي في حاجه وناس بتحذرني منه، بلاش تمشي فيه، بلاش تمشي فيه، وانا امشي ورا دماغي واقع فيه. فده بيحصل معانا كلنا يعني، الحمد لله. المهم في موضوع كده عايزين نتكلم فيه بقى، موضوع اللي هو ايه؟ كلام الشارع. هل حد فيكم يعرف لغه الشارع الجديده ايه؟ يا عم في لغه جديده ماشيه في الشارع دلوقتي، هو انت لو ما اتعلمتش اللغه دي هيتعلم عليك. فتعال نشوف لغه الشارع الجديده بقت عباره عن ايه. مين عنبر لك وانت مروح؟ انت مين عنبر لك؟ انا اخويا كريم الابيض. ماشي. قبلت قبل كده؟ لا عشان مش دين وربنا مظبوطه. طب لو عايزين نجيب الطيب نجيبه منين؟ باشا باشا لا ما شوف الواد ده اكتشاف. مين عنبر لك قبل كده؟ طب انت انبلت؟ طب انت سرطرت؟ طب انت خطرت؟ يعني مش عارف انا بقول ايه، بس انا بحاول ان انا اقلدهم يعني. فهي دي لغه الشارع يا زميلي، لو ما بقتش كده هتبقى كده زي ما انا بفهمك كده. فخش لاخوك زازا ده ولا مش عارف اسمه ايه، تعلم منه شويه كلمتين على شويه بشلتين عشان تبقى ماشي في الشارع واقف على الناصيه مظبوط، مسنطر ولا مسنطر مش عارف بيسموها ايه، تبقى مظبوط. المهم تبقى مظبوط في كلامك وتبقى عارف انت بتاخد وتدي مع اللي قدامك ازاي، عشان لو غزك تعرف تغزه كويس. بس فالمهم نتعلم الكلام ده كويس. المهم خبر عاجل عندنا في القناه، اول ناس تذيعه واول ناس تقول عليه. عندنا خبر عاجل جدا، مشاكل خطب اسمه ايه، مروان مشاكل ده خطب مين بقى؟ خطب مش عارف غدا مين، مش فاكر والله. تعال نتفرج على الفيديو. يا جماعة بعد طول خياب أنا خطبت. مين بقى؟ حبيبة قلبي حرية فرحانة، هعيشك في سعادة وهبسطك يا كوكتي وهعملك كل اللي انت نفسك فيه. كرام واحد بس، بحبك يا احلى حرية وربنا يتمم لنا على خير. انا ما كنتش عاوز انشر الخبر بس قررت ان انا انشره. احلى حرية العشق اقسم بالله. اول خبر عندنا خبر عاجل، كروان مشاكل ارتبط بحوريه فرغلي، وان شاء الله هنعزمكم كلنا على الفرح، هنعزمكم كلكم كلنا نمات. المهم الحمد لله على نعمه اللي احنا مش على الابلكيشن ده، احنا كده على الابلكيشن ده بس بنعمل حاجات مختلفه يعني، فاهمين كده وكده. نعمل حاجات مختلفه على الابلكيشن ده، مش نفس الهبل ده. في حاجه كده بقى، ودي اللي هنختم بيها الفيديو بتاعنا. حاجه كده وانا بقلب على التيك توك بالصدفه شفتها. فالمهم ايه هي بتقول ايه؟ تعالى كده بص بتقول ايه. حاضر ثانية واحدة بس يا جماعة، ندوس على صورتها ونخش اللايف نشوف بيحصل ايه. ثانية واحدة يا جماعة نخش اللايف ونشوف بيحصل ايه. او ماي جاد، ازاي بيقول كده؟ الحكم التالي 4 اشخاص، 4 ورود من 4 اشخاص، وردتين وردة. هو في ايه؟ هو شخ على وشك ولا ايه؟ يا شعب
وطبعا هنا كان الكاميرا لها رأي تاني وفصلت عليا وانا بكمل الكلام، بس هنا كنت بقول ان احنا بنتعب في الفيديوهات، وتعالوا اوريكم انا كنت بصور ازاي. يلا بينا. بصوا بصوا البهدلة. قدروا ده، ها قدروا ده، قدروا ان انا بتعب في الفيديوهات. فاللي خلاني بجد ان انا بطل فيديوهات ان مبقاش في روح زي الاول، بس ان شاء الله هحاول بقى نرجع زي الاول تاني، عشان القناه بتهددني ان هي تقفل لي قناتي عشان ما بقالي كتير ما بعملش فيديوهات. شكرا جدا ليكم. تنسوش الكومنت الحلو عشان يجي معانا الفيديو الجاي، احلى كومنتات اطلعها معانا الفيديو الجاي باذن الله يا رب. واشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش طبعا الثلاث حاجات زي ما بقول لكم: كومنت جميل، السبسكرايب في القناه، ولايك للفيديو لو عجبك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني، بسكم تسيبوني من دماغكم شيلوني، اسأل صاحبك اسأله تيجي قدامي تفشله. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد حب الناس بيزيد، شكلك ما جيتش